صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، إن شاء الله يا ربي نهاركم فل وياسمين، إن شاء الله صباح السعادة، صباح الأمل، صباح التوكل على الله، وبالطبيعة قبل كل شيء نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت نبدأ لكم الفيديو بفطور الصباح خاطر من أهم الوجبات. أنا توا وليت نعطيها أهمية بالحق بعد ما صغاري هكا كبروا شوية، وكما تعرفوا الصغار يستحقوا معناتها ماكلة صحية باش النمو متاعهم يكون صحي. كي يبداو بيبيات هاكا ظاهر فطورهم معناتها بالطبيعة هو صغير ما ياكلش برشا، مش باش ياكلك مثلا خبز وزيت وتمر وحاجات هكا، بيبي ماكلته خاصة. أما كي يكبروا يوليو في المدرسة لازمنا نحاولوا ونحرصوا باش نعملوا لهم فطور صحي. أنا ولادي كانوا ما ياكلوش جملة يمشيو صايمين، كنت حاطتهم في الحضانة المدرسية هاكا نعمل على اللمجة متاع 10 ولا هكاك، نحط لهم كسكروت وإلا كعبة غلة وإلا، المهم نحرص إني باش نحط لهم حاجة صحية. أما توا كيف معناتها كبروا شوية وخرجتهم من الحضانة، وليت نركز لهم على فطور الصباح باش حتى كان ما كلاوش اللمجة نورمال كيف يروحوا للدار يفطروا فطور باهي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بديت بشوية بشوية، من الأول ما ياكلوش ومن بعد تحسنوا. وننصحكم إذا كان ولادكم زادا يصبحوا مسقمين فيقوهم بكري شوية باش هاكا ما داروا ما لبسوا حوايجهم ما حضروا رواحهم إلا ما جاعوا، على الأقل ياكلوا حاجة قبل ما يخرجوا المدرسة، خاطر وجبة فطور الصباح أهم وجبة. باهي لهنا دخلت بكم في تنظيف الحوت. جوست حبيت نعطيكم فكرة على الفطور. أنا لهنا عندي كعبات ورقة نوعية صغيرة، ورقة بحرية ما شاء الله، سنابل زرت حافلة بالحوت وأسوامه يعني مقبولة وخير من الدجاج بصراحة. كما تعرفوا اللحم أصبح لمن استطاع إليه سبيلا، ما ندوروش به إلا في المناسبات وإلا كيف يجيك ضيف. المهم أو كان حاولوا إن يعني نبدلوا على الأقل شوية دجاج شوية حوت. ثم الكروفات زاد رخصة السنة ما شاء الله موجودة ما شاء الله. السيبيا زاد كيف كيف، ثم التريليا ما شاء الله. السنة بالحق ما نعرفش البلايص الآخرين زاد رخص الحوت وإلا لا، أما في بنزرت ما شاء الله يعني مش رخص أما أسوام مقبولة وتحت على قبل، خاطر جات بيريود أسوام حتى الحوت ما تتقربش. معاك عبيت الورقة جست عملتهم عبارة مشويين معناتها في نقطة زيت هكا في المقلة، وكسكسي عملته بالصوص ما في حتى شيء، جست كثرت لها شوي بصل وثوم وما شاء الله جاي فطور نودكم ولا نشهيكم. وبالطبيعة كما تعرفوا حوت وواحد الدنيا تحوس وتولي ريحتها كلها بالحوت. نعملوا تنظيف. عندي الشوك هذايا متاع جودي ما شاء الله ننصحكم به، روعة في التنظيف، ينحي لك الزيوت من ضربة واحدة، ديما نستعمله. وخاصة التنظيف الغاز ماذا بيكم ما تخلوهش برشا، خاطر هو فيسع ودوب ما ترشوا على الغاز ديريكت تمسح يتنحى كل شيء. أنا الغاز متاعي عندها أكثر من 7 سنين يمكن 8 سنين، الغاز هذه كانت عندي واحدة أخرى مستحفظ عليها بالقداء بالنظافة ما شاء الله كأنها مشرية جديدة. ديما هكا في الليل نعمل لها مسحة حتى كان مش تنظيف على قاعدة، المهم ما خليهاش مسخة معناها. وبالطبيعة استنوني لآخر الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أنا نعترف لي أنا بخلية في قناتي، حتى اللي كانوا يتبعوا فيه عندهم برشا يعني ما دخلوا ليش ميسالش أنا عذرتهم، خاطر أنا مانيش نهبط كل يوم، مانيش نهبط يعني في الفيديوهات منظمة. أولا ظروف يعني، وثانيا ظروف وما عنديش وقت، الحق متاع ربي ظروف وما عنديش وقت، وما نجمش نبطل على القناة متاعي خاطرني وصلت فيها الأشواط باهية بالقدام ما شاء الله، توا 5000 مشترك. وبالنسبة للسوايع إن شاء الله ربي يسهل وكا هو بالحق، وحلت في السوايع وما حبيتش أتقدم، إن شاء الله ربي يسهل، إن شاء الله تطلع المشاهدة
وإن شاء الله يجي نهار وتتفعل القناة متاعي على الأقل تعبي ما يمشيش خسارة. هذاك علاش أنا هاني وليت معناتها كيف يبدأ عندي الوقت نصور. والله الفيديو هذايا معناتها صورته على مراحل مش الكل في فرد نهار معناها. هاكا على الأقل نهبط فيديو متنوع شوية ويبدأ طويل زاد ما يبداش قصير على الآخر يولي ما يجيبليش المشاهدة. كما تعرف الناس ديما مزروبة ما يكملوا لكش فيديو كامل أو على الأقل حتى كان حصل دقيقة مشاهدة خير من بلاش. يعني كل واحد كي يتفرج لي حتى دقيقة مشاهدة أو موا فماش ما تطلع لي سوايع. أما أنا ماذا بيا تتفرجوا لي في الفيديو كامل. وإن شاء الله ربي يجازيكم كل خير وربي يفرح الناس الكل إن شاء الله. كما تشوفوا أنا الغاز ما لصقتهاش يعني في الرخامة جست نهزها ونمسح تحتها. تو القراية معناتها شدت بعضها إن شاء الله ربي يعين الأمهات الكل والصغيرات إن شاء الله ربي معاهم وربي ينجحهم وربي يسهل لهم إن شاء الله في الامتحانات متاعهم. بالحق العام لف إذا كنت عدى ثلاثي هذا صحيح معناتها اعتبروا العام وفي أطول ثلاثي ديجا هو الثلاثي الأولاني. أنا تو نعمل في المونتاج اليوم سبت والطقس شتوي ما شاء الله برد 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 خاطر جينا من أوروبا فما صب عندهم الثلج دونك اوتوماتيكمون باش يجينا لينا احنا البرد. استحفظوا على رواحكم البسوا بالكدا وديما انا في الشتاء نركز على المشروبات الساخنه معناتها نعمل لهم تيزانه فيها الطرنجيه فيها النعناع فيها البسباس فيها حبه الحلاوه وعود هكا قرنفل وما شاء الله معناها حويجه دافيه هكا تدفي البدن ومنها حويجه صحيه. توا نجيو اللب الموضوع واللي هو البريك الدنوني هدايا عندي برشا لمرحله ما طيبتوش الاولاد اشتهوه وليت عملته لهم ما شاء الله طريقه سهله على الاخر. بالنسبه للعجينه يعني نفس الكميه سميد نفسها فارينه وانا هنا عملت 200 جرام سميد و200 جرام فارينه وعليهم 120 بين 120 و 150 جرام زبدة. انت خاطر فما فارينة وسميد اكلي يشربوا في ساعة ونبدأ نبثبث فيهم في يدي معناتها نعملها بطريقة نرملهم نحاول ندخل الزبدة بطبيعة شوية ملح تنسوش الملح باش ما تجيكمش مسوسة العجينة ونبدأ ندخل في الزبدة بشوية بشوية. في الشرق يسموها سمبوسة اما هما الطريقة متاعهم تختلف علينا شوية. ديجا احنا في تونس فما حتى شكون يعملها بالزيت معناتها في عوض الزبدة يعملها في الزيت. الطرق تختلف المهم البنة في النتيجة تكون يعني بنينة. انا جاتني فيها تقرميشة وبنينة على الاخر تتقرمش وفي نفس الوقت طرية. اللي يحب يعملها في الفور بالطبيعة ديما في الفرن ديما صحي خير واللي يحب يعملها مقلية. أنا المرة هذه عملتها مقلية ساعات نعملها في الفور أما راهو تجي مختلفة في الطعم الحق المقلية ديما أبن. لهنا زدتها بيضة وباش نلمها بشوية ماء دافي باش نعجنها بالماء الدافي. بالنسبة للعظمة راهو تنجموا تستغنيوا عليها أما أنا ديما نعملها في العجينة متاع البريك الدنوني. حتى في عجينة البيتزا ديما نعمل عظمة في الحقيقة نحسها تفرق يعني. نحاول نلم العجينة ونعجنها شوية يعني حتىش تتلم المكونات بالكدا وتولي العجينة رطبة ونخليها ترتاح في الفريجيدير تقريبا نص ساعة هكاكا مادام أنا حضرت الحشو متاعي. فما أنا معناتها بعد ما كملت حشيتهم فما اللي طيبته وفما اللي خبيته في الكونجيلاتور. حبيت ننصحكم يعني بأنه رمضان شنو مازالو تنجموا تعملوا كمية خاصة الإنسان اللي تخدم ما عندهاش وقت حتى اللي في الدار معناها واللي عندها صغيرات يقراو باش تربح الوقت
تنجم تعمل كمية وتخبيها في الكونجيلاتور، راهو ما يصيرلها حتى شي، جوست تجبدها من الصباح، مش من الصباح يعني حتى قبل بساعة ولا ساعتين كي تطرى ترجع نورمال، وتقليها والا تحطها في الفرن تجيك كأنك محضرتها في وقتها. ديما كل ما نعملو حاجة تسهل علينا يعني باش نربحو الوقت ماذا بينا نعملوها يعني. هنا باش نحطها في ساشيه ونحطها في الكونجيلاتور ونحضر الحشو متاعي. بالنسبة للحشو زادا كل واحد كيفاش يعملو، أنا باش نعطيكم طريقة سهلة وما تتكلفش من غير اللحم. بالطن أنا عملتها، عندي جبن مثلثات، بيضة، شوية معدنوس، طن وبيض مصموط. علاش نركز على كلمة بيض؟ خاطر فما أخواتنا في الشرق ما يفهموهاش، إحنا نسموه عظم وهما يسموه بيض، يعني نتكلم بلغة تفهمها الناس الكل. بالنسبة للمعدنوس مقصوص ومغسول وشيحته من الماء، باش نزيدو البيض وباش نزيدو الطن وجبن مثلثات، والا تنجموا تزيدوا جبن مرحي والا موتزاريلا، اي جبن موجود عندكم تنجموا تحطوه. باهي البنات لهنا كملت، حطيت قصيت العظم، باش نزيد الطن. تنجموا راهو تحطوا اللحم مفروم، سواء دجاج مفروم والا اللحم اي نوع متاع اللحم يعني، البنة تفرق. اما حتى بالطن زادا تجي بنينة على الاخر. وبالطبيعة باش نلم المكونات بعضها نية باش تشد بعضها، يعني الحشو يشد بعضه. لهنا زدت شوية فاح وشوية ملح، دوب بلاش هاك على راس المغرفة، مكثرتش. وبالنسبة للملح زادا ما كثرتش خاطر الطن مالح والجبن مالح. نخلطوا كل شيء بشوية بشوية. وتوا بعد ما ارتاحت العجينة متاعي جبت القالب هذايا يعطينا شكل يهبل في البريك الدنوني، باش هذاك باش نشكل بيه. عندي اللوحة هذيا الحقيقة مساعدتني على الاخر في الكوجينة متاعي. ديما العجينة كي باش تجيكم باهية لازمكم ترتحوها، يعني أي نوعية متاع عجينة مستحيل عجينة تحضرها وتخدم بها بالوقت وتجيكم باهية. لهنا باش نبدا نحل بشوية بشوية وبعد نشكلها.
وتوا بعد ما حضرت كعبات يعني حطيتهم في طبق وسخنت الزيت متاعي تسخنوه، وبعد تنقصوا في درجة الحرارة تخلوها متوسطة، ونحطوا كعباتنا يطيبوا، دوب ما هكا تبيض شوية من اللوطة نقلبوها على الجهة الأخرى، وكيف تطيب تحمار نخرجوها وصحة وبالشفاء. إن شاء الله تبارك اليوم تكون عجبتكم، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديوهات قادمة بإذن الله. وما تنسوش بالطبيعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونحبكم تشجعوني باللايك ولا الجيم. وإن شاء الله يعني القادم خير بإذن الله. إن شاء الله يومكم سعيد ويعطيكم الصحة على المشاهدة. باي باي.